الفيديوهات لحالها بتحكي. هيدي الطريقة الاحترافية باللحم هعلمكن عليها بطريقة كتير بسيطة تشوفوا حالكم فيها قدام ضيوفكم وتذوقوا طعمة لحمة بتتحدوا فيها أهم المطاعم الأمريكية مع هذا الصوص الرائع اللي عم نعمله مع بعضنا بأسهل طريقة. واللحمة اللي حتذوقوها والصوص اللي حنعمله مع بعض صدقوني طعمة بتضرب بالمخ، أطيب لحمة ممكن تذوقوها. شوفوا الطريقة شو بسيطة وشو رائعة. جبنا شقفة شورت ربس مرتبة من عند اللحام، بدنا نعملها مكعبات مثل ما عم تشوفوا، بس بدي نشفها بالمحارم الطبخ وبدي شطبها مثل ما عم بتشوفوا. عندي فلفل أسود وأي نوع من بهارات الستيك بتلاقوه بالسوق أو بالجمعيات جيبوها، ورشة ملح من دون زيت من دون أي شيء. هيدي هي التتبيلة فقط لا غير. شوية ورق غار، شوية روزماري، بدنا نلفها بورق الزبدة وبورق الفويل كتير منيح على الفرن درجة حرارة 180 لمدة 6 ساعات. شوفوا بعد 6 ساعات المنظر والذوبان. هيدا صوص الاتش بي بتلاقوه كمان بالجمعيات. بس خلصت دهنت شوية وجهها وحمرتها بالفرن بس هيك لتاخد تحميرة. بدنا ناخد شوية من المية اللي طلعت من اللحمة وبدي احط معلقتين زبدة ومعلقتين طحين بأي طوية وننزل من هيدي المرقة لنعمل ألذ صوص من دون أي شيء. هي فيها كل الطعمات. حمروا الخبز تاعيدكم وعمروا الساندويش تبعكم وهيدا الصوص الرائع لتروحوا لعالم تاني. جربوها وادعوا لي. سعيد.